مخك ومخي ومخ الاستاذ ابو نضاره اللي قاعد ورا هناك ده، ايوه انت ابو نضاره اللي قاعد ورا، عايز دايما ياخدنا في منطقه الكومفورت زون، منطقه الراحه كده والدلع والانتخه. هو الراجل عايز يعيش له يومين مبسوط، هو الراجل لا جاي يصارع على بقاء ولا يحقق تارجت ولا يبني حضارات، هو عايز يقعد رايق كده مش ناقصه فرهده. خلينا نقضي ال 50 60 سنه دول على خير، فما تقرفنيش معاك وتلاقي اقعد على جنب. وبالطريقه دي يا سيدي يخلق لك حاله غير واقعيه بالامان ان الدنيا تمام وكل حاجه زي الفل، مش عايز يجازف ولا ياخد مخاطره في اي حاجه، ولا بيحب يفكر لا بره الصندوق ولا حتى جوه الصندوق. يحب الملل ويقدس الحياه الروتينيه، ما بيحبش التجديد. واحسن وظيفه بالنسبه ليه الشغل الحكومي، ويقول لك لو فاتك الميري اتمرمغ في ترابه. انا عايز شغل كده بميعاد ثابت يدخل لي دخل ثابت، ولا جازف ولا ادخل في مشاريع ولا اتعب نفسي. انا مرمط نفسي ليه؟ وهنا واحنا كده بنتكلم مع بعض يجي داخل علينا عمنا الاسترس. اهلا وسهلا. الله الله، هو انا مش موجود ولا ايه؟ انتوا مش عاملين حسابي خالص؟ لا يا حبيبي لا روحي، ده في حاجات مطلوبه مننا ولازم نتنيل يعملها. مرقعه مين وانتخت مين؟ انت يا استاذ اللي قاعد تتفرج وسايب مذاكرتك، الامتحان خلاص اسبوعين وهيبقى عندك امتحان، والمكتب متنيل على عينه متروق والساعه جت 9، يعني مفيش ليك حجه. ادخل اتنيل ذاكر. وانت يا حبيبي قوم شوف المشروع بتاعك، احنا عندنا جمعيات واقساط يا حبيبي. ايه هنفضل عايشين كده من غير جواز يعني ولا ايه؟ ولا هنسيب البيت في بيت ابوها تخلل يعني؟ قوم يا اخويا شوف اللي وراك انت وهو. يا حبيبي يا عم الضغط والله انا مش عارف اشكرك ازاي، والله العظيم ده قاعدين من الصبح يقول لي انت خال وما نعملش حضارات ومش عارف ايه، هيخلوني فاشل يا عم الضغط والله. شكرا ليك. وهو ده يا سيدي الوجه الجميل والحلو للضغط او الاسترس، واللي بيبقى عباره عن صوت كده داخلي جواك بينبهك عشان تقوم وتشوف اللي وراك، ومن غيره محدش هيقدر يحقق ولا يعمل اي حاجه في حياته، لا حضارات هتقوم ولا دنيا هتعمر. لكن مع زياده الضغوط واعباء الحياه ومشاكلها اللي كل يوم بتزيد عن يوم اكتشفنا ان هناك وجه سيء وقبيح للاسترس او الضغط العصبي، وده هو موضوعنا النهارده. لذلك فنجان القهوه الجميل بتاع كل مره واستناني انا راجع بعد ثواني. في 1926 في جامعة تشارلز براج بتشيك كان في طالب هناك اسمه هانز سيلي في ثانية طب. يلاحظ هانز ان كل الحالات اللي جاية المستشفى الجامعي وعلى الرغم من الامراض اللي معاهم كلهم مختلفين عن بعض، اللي عنده مشاكل مثلا في الجهاز الهضمي، اللي عنده مشاكل في الكلى ولا في الكبد، لكن برغم اختلاف الامراض لكن كلهم بيشتركوا في مجموعة من الاعراض. يلاقي عندهم ضغط، اكتئاب، البنية العضلية بتاعتهم نازلة، ما عندهمش اي حماس للحياة، وكأن كل واحد فيهم ماشي وشايل هموم جبانيل على كتافه، حاسين ان خلاص الحياة انتهت ومش هيقدروا يحققوا اي حاجة. واللي خلى هانز يسأل ايه الحاجة الثابتة عند كل الناس دي خلتهم كلهم مشتركين في الاعراض دي، وكانت الاجابة انه الضغط النفسي المزمن او السايكولوجيكال ستريس. ويحط هانز تعريف للضغط العصبي ان الضغط العصبي هو استجابة الجسم لاي حاجة مطلوبة منه نتيجة الضغط الداخلي او حتى الضغط الخارجي. عليك ديون مثلا لو ما سددتهاش هتتحبس، واللي يخليك تشتغل اكتر وتتعب اكتر. الامتحان قرب تبتدي تضغط نفسك في المذاكره اكتر عشان تنجح، ودي كلها محفزات خارجيه. لكن برضه في محفزات داخليه، يعني مخك ممكن يخترع حاجات ويحطك تحت ضغط عشان. المرضى دول بقى كانت مشكلتهم ان عندهم التزامات مع عدم قدره الجسم على الوفاء بالالتزامات دي، واللي بنسميه العجز. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من العجز والكسل. ده غير الضغط النفسي للمرض نفسه، وده بالظبط يا سيدي اللي خلى كل المرضى دول يشتركوا في المجموعه من الاعراض دول. لكن برضه يا عم الحاج خليني اقول لك ان مش كلنا زي بعض، مش كلنا مثلا بنستجيب للضغوط بنفس الدرجه. واحد مثلا تلاقيه واخد كل الامور على اعصابه، وللاسف ده اكتر واحد بيبقى عرضه للاصابه بالامراض اللي بتنتج عن الضغط العصبي اللي هنقولها في سياق الحلقه. ناس تانية كده تلاقيها دايما كده هاديه كده ومتدلعه ودارب الدنيا صارمه، تخبط ما تخبط يا عم انا مالي، انا قاعد ومنتخ ومتدلع. ومش بس كده، ده اختلاف الجنس ذات نفسه بيخلينا بنختلف عن بعض في الاستجابه للضغوط. يا ترى مين بقى اللي هيستجيب للضغوط اكتر، الرجاله ولا الستات؟ ما تيجوا نعرف. في 2021 جامعه ميسينا بايطاليا عملت كروس سيكشنال ستادي، واللي هي نوع من انواع الدراسات اللي بتكون مبنيه على الملاحظه في فتره زمنيه محدده. ويشارك في الدراسه دي 395 واحد، 245 راجل و150 ست، وابتدوا يشوفوا تحملهم للاسترس او الضغط العصبي هيكون عامل ازاي. وبيتم قياس ده عن طريق البيرسيفد ستريس سكيل او مقياس الاسترس او مقياس الضغط العصبي، واللي هو عباره عن مقياس من خلاله بنقدر نتنبأ هل الشخص ده هيكون في المستقبل عرضه للاصابه بامراض الضغط العصبي المزمن ولا لا. عباره عن استبيان او كويشنير كده بيتم توزيعه على الناس اللي قاعدين، بحيث يشوفوا تعاملهم مع امور معينه في حياتهم هيكون عامل ازاي، هيخلوهم مضغوطين ولا الامور هتبقى بالنسبه لهم مريحه. وكانت النتيجه 11% من الرجاله
كان مستويات الاسترس عندهم مرتفعه، مقابل 22.7% من الستات كان مستوى الاسترس عندهم مرتفع. يعني من الاخر كده الستات هم اكتر ناس عرضه للضغط العصبي او الاسترس. طب هو ايه السبب اللي بيخلي الستات عندهم قيم اعلى للاسترس او الضغط العصبي؟ السبب في ده ان لما بيكون الستات حاسين بضغط عصبي مش بيستكبروا انهم يطلبوا المساعده من حد، فلذلك بنعرف ان الست دي عندها ضغط عصبي. عكس الرجاله بقى، ما يحبش يبين انه مضغوط ولا عنده ضغط عصبي، عايز يبان انه جامد واخر حاجه يعني. ده غير ان التغيرات الفسيولوجيه للستات بتلعب برضه دور مهم جدا. الستات دايما عندهم تقلب وتغير في الهرمونات الجنسيه بتاعتهم، واللي بيخليهم اكتر عرضه للاكتئاب والضغط النفسي، اكتئاب الدوره الشهريه مثلا، اكتئاب ما بعد الولاده مثلا. ده غير ان الستات طبعا اكتر عاطفيه من الرجال، ممكن كلمه او نظره بسيطه جدا تعمل لها مشكله كبيره جدا وتعرضها للضغط العصبي. الستات كمان اغلب وقتهم في البيت، غير الرجاله اللي اغلب الوقت في الشارع وبيحتكوا كتير بالناس وبالحياه، بيتعاملوا مع ناس ومشاكل كتير، واللي بيخليهم عندهم قدره اكتر على التاقلم مع امور الحياه. لذلك زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير. يا صح كده تبان لك انها سترونج اندبندنت وومن وقويه ومفتريه ومحدش قدها، بس مع اول شلوط من الحياه بتلاقيها بترقع بالصوت. سواء يا بنت ستريس مين. يقول هانز سيلي المشكله مش في الضغط العصبي نفسه، المشكله في طريقه تفاعلنا معاه، لان مش كلنا بنستجيب للضغوطات ونتفاعل معاها بنفس القوه والحد. هتلاقي ناس كده بتاخد الامور بروقان، وناس تانية زي ما قلنا هتاخد الامور على اعصابها. يعني مش كلنا زي بعض في تحمل الضغوط. لذلك قبل ما تكتب كده في السي في اللي انت هتقدمه لشركه انك بتقدر تشتغل تحت ضغط عصبي جامد، اتاكد تماما انك بتقدر تشتغل تحت ضغط عصبي، لان هتروح تلاقي غالبا الشركه عليها طار، وتلاقي رجلك ساعتها جت في الخيه وبقيت ابن الشركه وما تقدرش تنفذ منه. في بيئات عمل بتبقى ضغطه وصعبه جدا سواء نفسيا او بدنيا، وكل ما تزيد الضغوط العصبيه عليك في بيئه العمل دي كل ما تعاملك معاها هيكون اعنف واقوى. وللاسف الانتاجيه بتاعتك في البيئه دي لو مش هتقدر تتحمل الاسترس هتفيص وتكون في ذمه الله. فاحنا مخنا مش بيقدر يفرق زي ما قلنا بين الضغط الحقيقي والضغط المزيف. لذلك اول ما بيحس ان في تهديد بيدخلها في حاله الفايت اور فلايت، يا هنجري يا هنقاتل، الحرب ابتدت. مخك بيبقى عايز يجهز جسمك لاي احتمال ممكن يحصل، وده بهدف انه يحميك. هو بكده شايف ان في ده مصلحتك. هتلاقي في مخنا منطقه اسمها الاميجدل، المنطقه دي مسؤوله عن المشاعر بتاعتك. المنطقه دي بقى في المخ بتحدد تفاعلنا مع المشاعر دي هيكون عامل ازاي. اول ما المنطقه دي تحس بخطر، المنطقه دي تبتدي تكبر في الحجم وتبتدي تنبه الغده الهايبوثالاموس اللي موجوده جنبها في المخ. الحقيقه في ستريس، في مشكله داخله علينا، في تهديد بيهددنا. الغده الهايبوثالاموس تقول لها يا سلام من عينيا الاثنين، تيجي محفزه الغده النخاميه او البيتيوتري جلاند. البيتيوتري جلاند تطلع الاي دي اتش او الانتي دايوريتيك هرمون اللي هيروح بدوره يفعل الغده الكظريه او الغده الادرينال جلاند اللي موجوده فوق الكلى عشان تطلع لنا هرمونين مهمين جدا. اولا هرمون الادرينالين، واللي بقى يا سيدي يزود ضربات القلب ويزود كمان معاها سرعه التنفس عشان محتاجين اكسجين، ويزود لك كمان ضخ الدم في العضلات، ويقلل لك ضخ الدم في الجهاز الهضمي. مش وقت اكل ساعتها، حتى الدموع بتاعتك واللعاب بتاعك يبتدي يجف. لذلك ساعه الخطر تلاقي ريقك ناشف مش قادر تاخد نفسك. كل ده يا سيدي عشان يجهز جسمك لحاله الفايت اور فلايت، فبيوجه الطاقه بتاعتك للاماكن اللي احنا محتاجينها جدا. الهرمون الثاني او الهرمون رقم 2 الا وهو الكورتيزول. الهرمون ده بيعمل يا سيدي بقى حاجتين مهمين جدا. اولا بيزود مستوى سكر الجلوكوز في الدم عشان احنا محتاجين طاقه. ثاني حاجه يقلل لك كده المناعه والالتهابات بتاعتك. فلذلك هتلاقي الناس اللي عندهم مشاكل في الغده الكظريه وعملوا عمليه جراحيه بيدوهم حقن هيدروكورتيزول عشان يساعدهم على تحمل الفسيولوجيكال ستريس بتاع العمليه. ولحد هنا انت تمام وزي الفل. اتعرضت لضغط او ستريس جسمك اتعامل معاه لحد ما الضغط ياخد له يومين ويروح في حاله. لكن المشكله الكبيره لما الضغط ده بيكون مزمن ومستمر، وتدخل يا سيدي في حلقه مفرغه من الضغوط اللي تبات فيه تصحى فيه. مضغوط مثلا عشان عندك امتحان، نتيجه لده الضغط يزيد وما تنامش كويس. ما تنامش كويس يعني مش هتعرف تذاكر ولا تعرف تركز، يعني المواد هتتراكم عليك اكتر، فالضغوط تزيد اكتر واكتر وتبتدي تضغط من ضغوطك وتفضل عايش ونايم وصاحي في هذه الحلقه المفرغه. واللي حلها بيكون انك تكسر اي حته في الحلقه دي. يعني ممكن مثلا واحد بينامله ويأنبه فمش هيعرف ينام غير لما يذاكر، فيقعد يركز كده ويحاول يذاكر عشان ينام. واحد تاني يقول لا انا هنام الاول عشان خاطر افوق واقدر اركز وابقى كويس. المهم شوف انت تقدر تكسر ايه في الحلقه دي واكسره. المشكله بقى ان الضغط المزمن ده لو فضل على طول كده مستمر هيعمل لك مشاكل صحيه كبيره جدا. الغده الكظريه نفسها اللي بتطلع لك الادرينالين وبتطلع لك الكورتيزول هتتعب معاك ويحصل لك الادرينال فاتيج، وتلاقي نفسك دايما كده مرهق وتعبان ودخلت في حاله من الاكتئاب والقلق والتوتر، وتكون ساعتها عرضه للاصابه بامراض المناعه الذاتيه زي الروماتويد مثلا. ومع ان يا سيدي
المفروض اثناء الاسترس مخك بيطلع هرمون الكورتيزول عشان يهدي لك الالتهابات، لكن كان الملاحظ ان الالتهابات في اثناء فتره الاسترس او الضغط العصبي بترتفع، واللي ممكن تعمل لك امراض مناعه ذاتيه او امراض عضويه زي السكر مثلا. واللي خلى مجموعه من الباحثين يدرسوا الموضوع ده على مجموعه من فئران التجارب، وفعلا يجيبوا مجموعه من فئران التجارب ويعرضوهم لضغط عصبي. هتقول لي ازاي هيعرضوا الفئران لضغط عصبي؟ هيخلي عليهم ديون واقساط؟ لا يا حلو مش كده، هم منعوا عنهم الاكل والشرب فده خلاهم تحت ضغط عصبي. يلاحظ بقى الباحثين او العلماء دول ان مش بس هرمونات التوتر والقلق هي اللي بتزيد، لا ده في كمان بروتين مناعي بيفرز من الخلايا البنيه الدهنيه اللي موجوده في الجسم واللي اسمه الانترلوكين 6. البروتين ده بقى يا سيدي بيزود الالتهابات في الجسم، وبكده عرفنا ان ليه مع زياده الضغط وان في كورتيزول موجود مفروض يهدي بيحصل برضه التهابات. الضغط المزمن كمان هيعرضك لاصابه بمرض السكر مثلا، امراض القلب، امراض الاوعيه الدمويه، امراض الجهاز الهضمي، يعني ممكن يجيلك قرحه او قولون عصبي. الاسترس هيأثر كمان على الغدد بتاعتك وعلى مستويات الهرمونات بتاعتك في الدم زي هرمون الانسولين مثلا وزي هرمونات التبويض عند الستات، لذلك هتلاقي فيه اضطرابات في الدوره الشهريه لو الستات عندها مشاكل وقلق وضغط نفسي. وكمان هيأثر على الجهاز التناسلي والعضلات بتاعتك، يعني الجهاز التناسلي بتاعك هيبقى في ذمه الله، الجهاز التنفسي كمان بتاعك هيتأثر ويكون عرضه للعدوى. وكذلك لما يكون عندك ضغط عصبي ومشاكل نفسيه كتير بتلاقي النفس كده فيه ضيق، مش عارف تتنفس كويس. منطقه الاميجدلا كمان مش بس هتخليك تتفاعل مع الامور بصوره اعنف، ده طبعا لما تكبر في الحجم، دي كمان هتأثر على الوظائف الحيويه في جسمك كله. فرجاء يا عزيزي اهدأ شويه وتيكت ايزي يا عزيزي، مفيش حاجه مستاهله. هرمون الكورتيزول كمان لما بيكون مرتفع مش هتعرف تنام كويس. لكن السؤال المهم هي ايه المحفزات او الحاجات اللي بتخلينا تحت ضغط عصبي؟ خليني اقول لك زي ما قلت لك في اول الحلقه ان مخك ما بيقدرش يفرق بين الخطر الحقيقي والخطر الوهمي، يعني ممكن هو يوهمك ان في حاجه ويخوفك منها. يعني من الاخر ممكن المحفز ده يكون خارجي من البيئه اللي حواليك او يكون داخلي من جواك انت، فممكن انت تكون السبب في الاسترس اللي موجود عليك. يعني مخك نفسه كده ممكن يكون بيلعب بيك وعامل عليك كماشه ومعيشك حاله ضغط نفسي وضغط عصبي مبالغ فيه من غير معنى ومن غير مبرر، مخوفك من مشكله اساسا مش موجوده ويخليك قلقان من كل حاجه وقلقان من المستقبل، والحاجات دي كلها لسه في علم الغيب. وعلى فكره بقى ان المحفزات الداخليه اللي جايه من جواك بتكون النسبه الاكبر من المحفزات، لذلك الاسترس غالبا بيكون من جواك انت. ناس مثلا عندها الفومو او الفير اوف ميسنج اوبشن، الا وهو الخوف من فقدان حاجه، خايف مثلا يفوتك جزء كده من ماتش في كاس العالم، هتلاقي نفسك كده في الشغل بتصربع كده ومضغوط عشان تلحق الماتش بسرعه. ودي برضه بتستخدمها السوشيال ميديا، تقعد كده عمال تتصفح وتعمل سكرول خايف يفوتك البوست اللي بعده او خايف يفوتك الفيديو اللي بعده، مش واخد بالك ان اهم حاجه بتفوت قدامك هي عمرك، هي وقتك اللي انت مش مركز فيه. او حتى في الفيديو جيمنج تلاقي كده في بعض الالعاب يحط لك زي هديه او سلاح بحيث تروح تلحقها بسرعه، ولو ما لحقتهاش بتختفي، فتلاقي نفسك عندك ستريس وعايز تجري بسرعه عشان تاخد الهديه دي او تاخد السلاح ده، فتحس ان انت جواك فيه ستريس ومضغوط نفسيا، مع انت لو ما خدتش الهديه وسبت السوشيال ميديا مش هيحصل لك حاجه. في ناس برضو عندها الفوبو او الفير اوف بيتر اوبشن، مش معنى ان عندك اختيارات كتير يبقى دي حاجه كويسه، الخيارات الكتير بتحطك تحت ضغط كتير، انت خايف مثلا تختار حاجه فتفوتك حاجه افضل منها. برضو الضغوط اللي بيعملها الاباء على الابناء، زياده مستوى التوقعات اللي المفروض الابناء دول يحققوه بيخليهم دايما تحت ضغط عصبي. انت بتقول ايه؟ ده ابني ده اشطر واحد، اشطر من كل عيال عمه. انت تعرف بقى ان ابني ده لما بنروح نزور حد قريبنا بيطلع الاول؟ والله انت ليه ما طلعتش؟ انت ليه ما جبتش 99% زي ابن عمتك محمد؟ كل ده بقى بيخلي الابن ده تحت ضغط عصبي شديد. الضغط العصبي ده برضه بيأثر على منطقه البري فرونتال كورتكس اللي هي مسؤوله عن التعلم وعن الذاكره، وبالتالي قدره الطالب ده على التحصيل هتقل جدا. ده غير انه ممكن يخلي الطالب ده عرضه للاكتئاب، وبنشوف حالات كتير جدا بتنتحر في الثانويه العامه او حتى في الكليه نتيجه لضغط الدراسه. في كمان برضو محفزات خارجيه للاسترس، لو في مشاكل مثلا في الاسره بتاعتك او شغال في شركه او بيئه عمل ضاغط، المشاكل الماديه وما اكترها اليومين دول، متطلبات كتير جدا ودخل قليل جدا، بيحطك تحت ضغط كبير جدا. وكل يا سيدي ما تزيد المتطلبات وتقل الامكانيات كل ما الاسترس يزيد. بعد الامراض مثلا والمشاكل الصحيه زي ما قلنا كده في اول حلقه مع هانز سيلي، فقدان برضو شخص عزيز عليك كان بيقف جنبك ويشيل معاك شويه، انك تغير المكان او البيئه اللي انت كنت ساكن فيها. في ناس مثلا لما تغير مكان نومها ما بتعرفش تنام كويس زي انا كده. الفكره كلها ان مخك مش بيكون حاسس بالامان الكافي في المكان ده، انت برضو ممكن تتعرض لحادثه او جريمه مثلا، كل ده بيخليك تحت ضغط عصبي شديد. طب المهم بقى بعد الرغي الكتير ده انا امانجمنت الاستريسور دي ازاي، او اتحكم في الضغط العصبي ده ازاي؟ بص كده خليني اقول لك مبدئيا ان مفيش حياه بدون ستريس، مفيش حياه بدون ضغوط، وزي ما قال ربنا في كتابه العزيز ولقد خلقنا الانسان في كبد، فمعنى ان مفيش ضغوط عليك يبقى انت
انت الله يرحمك واتكلت على الله. فطالما انت موجود في الحياه لازم تسلم ان في ضغوط ومشاكل هتفضل موجود، بس خليك فاكر في الاخر ان انت جيت من غير المشاكل والضغوط دي، وبرضه هتمشي من الدنيا من غير المشاكل والضغوط دي. لذلك افضل طريقه انك تتاقلم مع الضغوط دي وتاخدها كده بصدر رحب. تاني حاجه، حاول تخلي في توازن في حياتك في كل حاجه. مش كل الحياه شغل ولا كل الحياه انتخى وراحه، لا بنشتغل على طول ولا بنريح على طول. فان لبدنك عليك حق. كمان الجانب المادي لازم يكون في توازن بين المتطلبات بتاعتك والدخل بتاعك. ما تزودش المتطلبات وانت دخلك قليل، عيش دايما حياه اقل من دخلك. يعني لو تقدر تعيش ب1000 لا عيش ب800. لكن المشكله انك تلاقي ناس تقسط وتمضي اصالات على نفسها وفي الاخر تتسجن عشان رفاهيات اوفر قوي. مش فاهم يا حاج، يعني ليه انا 500 ملايه و500 بطانيه و700 فستان؟ ايه الكلام ده كله؟ وثلاجتين وغسالتين ايه يا جماعه؟ في ايه هتفتح مشروع؟ بالراحه يا جماعه عن نفسكم، والله الحياه ابسط من كده وطريقه الاستمتاع بالحياه ابسط من كده، بس احنا اللي صعبناها على نفسنا. والله مشترطين ان احنا لازم يكون عندنا كذا عشان نستمتع بالحياه، والحياه مش كده. والله المتعه الحياه بسيطه جدا وفي الحاجات البسيطه جدا، فما تصعبوش الموضوع على نفسكم. والله احنا كلفنا الحياه وحملناها اكتر من طاقتنا. معلش انا انفعلت شويه والله يا جماعه، معلش انفعلت شويه. تاني حاجه انك تنام كويس، تاكل اكل صحي في كل العناصر. الناس كتير وشباب كتير مهمله جدا طبق السلطه مع انه فيه فيتامينز كويسه جدا ومهمه جدا تقيك من مشاكل صحيه ونفسيه كتير. برضه لازم تروح الجيم وتلعب رياضه لانها بتزود كده الثقه بالنفس وبتخليك تتعامل مع ضغوط الحياه ومشاكلها بصوره افضل. واكيد كلكم مجربين دي او اللي بيمارس رياضه عارف الموضوع ده كويس. اهم حاجه بقى اوعى تنسى الجانب الروحي في حياتك. ارحنا بها يا بلال. الصلاه وقرايه القران هيفرقوا معاك جدا في تحمل الاسترس والضغوط العصبيه بتاعتك، لان ببساطه زي ما بيقول ربنا في كتابه العزيز: ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. يعني هتبعد عن ذكر ربنا عيشتك هتبقى منيله بنيل، فما قدامكش حل غير انك تقرب من ربنا. فلا ملجا ولا منجا منه الا اليه. وما ده ما يمنعش برضه ان يكون معاك في طريقك كده واحد صاحبك يسندك. قال سنشد عضدك باخيك. ما تشيلش برضو الحمل على طول على كتافك عشان تقدر توصل. كل شويه كده استريح ونزل الحمل وخد نفس. حاول برضو كده يبقى لك ركن هادي تستمتع فيه كده وتقعد كده بعيد عن مشاكل الحياه، مثلا تقرا فيه، ترسم، تجيب اليوتيوب كده وتتفرج على الحلقات بتاعتي. وما تنساش وانت بتتفرج على الحلقات بتاعتي انك تشترك في القناه وتفعل الجرس، تعمل لايك وكومنت. وبس كده انا خلصت. سلام عليكم.